السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. وصفة اليوم البراج ولا المبرجة، وصفة جزائرية تقليدية ما شاء الله تذوب في اليد قبل الفم. راح نمد لكم كامل نصائح نجاح الوصفة، نوعية تسميد الجيدة، سر هذاك اللون الاحمر الذهبي اللي يجي بزاف رائع. وهذه الوصفة تقدروا تحضروها حتى كمشروع مربح من البيت فقط، يعني تجي اكثر من رائعة، وخاصة للمبتدئات تجربوا هذه الوصفة راح تنجح معكم من أول تجربة. قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. خلوا لي هذاك الجانب فضلا وليس أمرا، ونبدأ على بركة الله بطريقة التحضير. وهنايا باش تنجح لكم الوصفه ضروري تخيروا نوعيه السميد اللي تكون جيده، وانا نستعمل سميد متوسط اللي يتباع بالميزان. هنايا البنات ضروري تخيروا نوعيه السميد، شوفوا النوعيه كيفاش دايره، يجي متوسط يعني كي تتلمسوه اذا شفتوه خشين غير ما تستعملوه، ولا تقولوا نستعملوا الخشن مع المتوسط. لا يا البنات، المبرجه باش تنجح لكم لازم تكون متوسط اللي تتباع بالميزان، من الاحسن اللي تتباع بالميزان. هنايا خيروا النوعيه اللي تجي الاصفر، ما يجيش لي رايح البني يعني للاصفر. راح ندير 3 كيلات تكون ممسوحه، انا ما تفيضوش الكيله، راهي مقادير مضبوطه. نضيف عليها نصف كيلة من الفارينه، نملحوا الخليط تاعنا ونضيفوا عليها على راس المغرف خميره كيميائيه. هنا الملح درت حوالي ملعقه صغيره، وانتم تعرفوا العجينه تاعكم، يعني عينكم هي ميزانكم في التملاح تاع الخليط تاعكم. راح نخلط كامل النواشف مع بعض بهذه الطريقه. وهنايا كنت ذوبت السمن، راح نضيف كيلة ناقص شوية من السمن، والباقي كامل نكملو زيت عادية. الكيلة اللي استعملناها من الاول راح نكملو بها حتى للاخير، وضروري تكون ممسوحة، يعني ما تكونش معمرة جيدا ولا فايضة، لازم تكون ممسوحة. هنايا سر من اسرار المبرجه انكم تبسوها مليح مليح، يعني هذاك الدهان راح يتبسس مليح مع هذاك السميد تاعكم، وتحصلوا على عجينه تكون طريه. يعني شوفوا القوام تاعها مازال ما شمختها ما والو، يعني كي ديروها في يدكم تعرفوا باللي خلاص هذاك السمن راه دا كامل، عفوا هذاك السميد راه دا كامل حقه تاع السمن. شوفوا يعني القوام تاعها راه باين، يعني حكوه بين يديكم وبسوه مليح، هكذا الخليط تاعكم راه يكون واجد. وهنايا السر من اسرار التحميره اللي تجي شابه في المبسس هي ملعقه كبيره من العسل. انا ايفيتي السكر، لانه السكر راح ما يجيش شباب بزاف كيما يجي العسل، يعني جربوها بالعسل وتشوفوا القوام تاعها يجي بزاف ما شاء الله. يعني انا العسل هذا منزلي، درت ملعقه كبيره، زدت خلطت مليح الخليط تاعي، بعدها راح نشمخه. هنا في الكيله اللي استعملنا من الاول راح ندير نصف كيلة ماء، ونكملوه بالحليب حتى تكمل الكيلة معانا. يعني البول تاعكم ما راحش يتعمر حتى يفيض، وما راحش يجي اقل من اللي عمرتوه السمن تاعكم، يعني يجي نفس القوام، لانه هذه الكيله مضبوطه يا البنات. يعني نعاود ونجرب، يعني اذا ما نجحتش معكم الوصفه ماشي المشكل في النقصان ولا الزياده، المشكل انكم خلطتوا في المقادير، لذا ننصحكم باتباع المقادير باش تنجح لكم الوصفه. هنا نبدا نضيف بشويه الحليب تاعنا ونفرغوا، ما نخافوش كامل، يعني هذا الكيله راح نستعملها كامل وبلا ما تخافي، لانه راح تحسيه باللي راه مشمخ زياده، لكن لا السميد تاعكم راح يشرب كامل هذوك السوائل. راح نبدا نضيف ونخلط بهذه الطريقه، يعني شوفوا كيفاش راني ندخل سميد الماء والحليب في السميد تاعي، يعني بطريقه بزاف سهله. كل ما نحسوا شرب راح نزيد نفرغ شويه منه، ونبقى نخلط جيدا حتى نبدا نشوفوا بدا يشرب معايا، حتى نكمل كامل الكيلة تاعنا. يعني ما تخافوش يا البنات، فرغوها وعلى ضمانتي، ما راح تجيكم طريه، ما راح تجيكم سائله، ما والو، راح تشربها كامل هذيك السوائل وتتحصلوا على عجينه عاديه. هنا راني كملت كامل الكيلة تاعي، راح نكمل نزيد نخلط جيدا حتى يشرب لي كامل السوائل هذوك. وهنا خياتي دور الحليب وهو يخلي المبرجه تاعكم تبقى اكثر من اسبوع وهي محافظه على نفس القوام، يعني ما يتغير شكلها، ما يطيبس معكم، يعني تبقى طريه ومحافظه نفس القوام. وعلى تجربتي وعلى ضمانتي الوصفه يعني تخرج لكم ما شاء الله. نخلوها ترتاح حتى نشوفها باللي كامل تشربت. وهنايا من جهه راح نحضروا التمر. هنايا التمر خيروا النوعيه الجيده، هنا كاين بزاف اسماوات ما نقدرش نمد لكم اسم معين، يعني كل منطقه واش من الانواع اللي يبيعوا. ليسونسيال كي تروحوا تشروه شوفوا القوام اللي يجي طري، يعني كي تمسوا الساشيه هذيك تشوفوه باللي راه طري، وما يكونش فيه زعما
تحسوا باللي ما فيش هذوك العظام من الداخل وتنغبنوا معاه، يعني خيروا النوعيه الجيده. نضيف عليه السمسم يعني الجلجلان، ونضيف عليه 2 ملاعق كبار من الزيت. راح نعجن مليح التمر تاعي، يعني نفتحه بيديا ونعجنه مليح حتى نتحصل على القوام المطلوب. بعدها هنايا البنات نحطو انايا على بوطاجي ولا على سطح العمل، ونبدا نرشو بالماء والماء الزهر. تقدروا ديروا ماء عادي، تقدروا تستعملوا الماء الزهر معاه باش تنكهوه فقط. راح نبقى نضيف بشويه الماء ونعجن فيه حتى نحصل على عجينه طريه بهذا القوام. وانا خياتي راح نولي العجينه تاعي. شوفوا القوام تاعها كيفاش داير، يعني هنا تشربت كامل هذوك السوائل وتحصلنا على عجينه نقدروا نستعملوها بكل سهوله، ما تخافوها ما والو. هنا راح نكمل نخلطها بهذه الطريقه حتى نشوفوا بلي القوام تاعها صاي، بلي نقدر نستعملها عادي، ما تخافوش منها. اذا عاودتوا وليتوا ليها ولقيتوها مازال ما شربت السوائل، زيدوا خلوها ترتاح حتى تشوفوها بلي خلاص راهي تشربت كامل. هنا راح نقسم العجينه على 2، النصف يكون صغير والنصف يكون اكبر منه. بعدها راح نجيب كيس بلاستيكي نفرشه على سطح العمل ونحط الجهه الصغيره، يعني راح نفرش الجهه الصغيره. راح نجيب العجينه تاعي نبسطها على شكل مربع، يعني الشكل المربع راح يخليكم تربحوا العجينه وما يخليكمش تضيعوا بزاف، وفي نفس الوقت راح تخدموا بكل سهوله. هنا خياتي راح نجيب كيس بلاستيك اللي هو يساعدكم بزاف، الكيس بلاستيكي اللي دائما نخدموه به، وراح نحل العجينه تاعي على سمك متوسط، يعني ما تكونش رقيقه وفي نفس الوقت ما تكونش اخشينه. بعد ما تحصلنا على القوام هذا راح نقيسها مع التمر. هنا كنت التمر ديجا حليته على الشكل مستطيل، وراح نقيسه باش يجوا كامل في واحد القيس. وهنا خياتي راح نروحوا للعجينه الكبيره، يعني العجينه اللي خلينا نغطوا بها التمر والعجينه الاولى. انايا هذا المقطع ما جيتش نديرو، لكن حبيت نخليه للمبتدئات اللي يحبوا تفاصيل الوصفه، حبيت نشاركهم هكذا معاهم باش تعرفوا بالضبط كيفاش نديرو. حاجه ثانيه يا البنات، هنا كي تحلوا العجينه تاعكم حلوها اكبر من العجينه الاولى وحلوها اكبر من التمر، يعني تكون كبيره عليهم بزياده ب2 اسبوع او 3. هنا راح جبت العجينه الاولى كما راه واضح معكم، راح نجيب التمر ونحطه مباشره من الفوق، يعني بهذه الطريقه. هنا يا البنات كي تحطوا التمر تاعكم وتشوفوا زايد من الجناب يعني خارج من الجناب، نحوه عادي وديروه كامل في الفراغات كما راه واضح معكم، يعني كما راني ندير معكم، يعني ما فيهاش حتى اشكال، يعني بالعكس راح تخبوه وراح تجيكم الحبيبات كامل كيف كيف، تجيكمش حبه فيها التمر وحبه ما فيهاش. راح نجيب العجينه الكبيره ونحطها مباشره فوق الطبقه الاولى والثانيه، وشوفوا كيفاش راهي فايضه كامل. هنا وين تشوفوا الحبيبه ما فاضتش راح تجبدوا من الطرف وحطوا زيتوا غطوا كامل وين يبان التمر والعجينه الاولى. راح نستويها كامل بالصباع بهذه الطريقه. بعدها عاود نغطيها بكيس بلاستيكي ونحلها على سمك متوسط، يعني كما نعرفوا المبرجه ما تجيش خشينه وما تجيش رقيقه بزاف، يعني انتيا تتحكمي في السمك تاعها. وهنا ضروري القوام تاعها كل ما تحلوا بالحلال عودوا طلوا على القوام تاعها باش ما تجيكمش رقيقه بزاف وتغبنكم وما تجيكمش خشينه بزاف ما تطيبش معاكم. يعني ضروري يا البنات هذه التفاصيل كامل هما سر من اسرار نجاح الوصفه. هنا بعد ما حليت العجينه تاعي وراح نستويها كامل بالكوبات، بعدها راح نروح مباشره نقطعها. وانا استعملت هذا الطابع اللي خاص بالمبرجه، يعني تقدروا ديروه على الجانب الثاني اللي تجي هي مشرشفه يعني مزخرفه، وعلى الجانب العادي كما درتو انا نحبها عاديه يعني سمب. خاصه قلت لكم اصحاب المشاريع هذا يفيدكم بزاف وتجيكم كامل الحبيبات قيس واحد، يعني على حبه حبيتوا ديروا حتى للمناسبات وتجيكم الحبه متوله وتجيكم قيس واحد. يعني كي صراحه قد ما تخدمي بالموس ما تجيكمش حبه قد خدها، يعني كل مره كيفاش تجيكم الحبه. انا ننصحكم بهذا، انا شريته 15,000 وعندي اكثر من 5 سنين هو عندي هذا الطابع، يعني ساعدني بزاف. وشوفوا كيفاش تجي الحبه متحوفه ومتقونه افضل من الموس بكثير، يعني اشروه وخلوا فقط المبرجه تجيكم الحبه متحوفه، تدوها في يدكم لاي مناسبه او حتى ديروها بها كمشروع يجيكم الحبه ما شاء الله.
هنا خياتي راح نطبع كامل العجينه تاعنا بهذه الطريقه، ومباشره نروح نطيبوها. ما قبل ما نطيبوها راح نشدوا الحبيبه تاعنا، راح نستووا كامل الجوانب، يعني هما يكونوا مسقمين كي طبعناهم، لكن نعاودوا نستفوا كامل الجوانب ونحطها مباشره على الطاجين. هنا الطاجين هذا ولا الفراح يكون سخنته من قبل جيدا، بعدها نقصت له مليح، يعني راه ناقص مليح، ونحط الحبيبه تاعنا طيب في خطرها، يعني ما نسرعش الفرن باش تطيب ومن بعد في الداخل تبقى معجنه، بالعكس خلوها في راحتها تطيب حتى تشوفوها دات هذاك اللون الذهبي الشباب. وهنايا شوفوا اللون هذا اللي داتو الحبيبه تاعنا هو العسل هذاك اللي ضفنا في العجينه اللي خلى الحبيبه تاعنا هكذا. انا كل مره نقلبوها باش نشوفوا الحبيبه تاعنا طابت. وهاوليك المبرجه تاعي راهي جاهزه معايا، شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي ما شاء الله يا البنات. راح تجي على سمك واحد وتجي على حبه واحد، يعني كل حبه قد خدها. تقدروا ديروها للافراح للمناسبات وكمشروع للمقاهي، اكثر مشروع ناجح خاصه في فصل الشتاء ولا فصل الربيع. هنا خياتي شوفوا القوام تاعها كيفاش جا، وخاصة نأكد لكم على اللون الذهبي اللي يمد شكل بزاف الشباب المبرجة تاعكم. برجة هذه الوصفة راح تبقى لكم أكثر من أسبوع وهي محافظة على القوام تاعها، يعني ما راح تيبس معكم، ما راح يتعود الشكل تاعها، يعني تبقى بنفس القوام. إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم. مشاهدة ممتعة للفيديو، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى فيديو جديد إن شاء الله.